السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بالجميع. اليوم بإذن الله غادي نحضروا عصير لذيذ منعش بارد اقتصادي. تحبوه الكبار وتحبوه الصغار أكثر، خصوصا فصل الصيف تيكون عليه واحد الإقبال كبير كيتباع في الزنقة. هذا العصير هذا اللي هو باردة، يعني اسم على مسمى، عصير بارد منعش لذيذ فوق الوصف. مر على بركة الله نذكر المكونات ونشوفوا الطريقة مع بعض. بالنسبة للمكونات على بركة الله غادي نحتاجو 3 لتر ديال الماء، والكمية دائما راه تزيد ولا تنقص على حساب الحاجة. نتوما تقدروا تضاعفوا كيف ما يمكن، تقدروا تعملوا غير النصف ديال الكمية. عندنا 3 لتر ديال الماء، سواء كان ماء معدني او ماء عادي. المهم تنعملوه في المجمد حتى تيبرد مزيان، حتى تيعمل الثلج. هذا هو سر نجاح ديال الوصفة. عندنا هنا معلقه داك الماء تنعملو منه غير 1 لتر في الاول، كنذوبوا فيه المكونات. معلقه كبيره عامره مزيان ديال حجره الليمون. هنا هاد المعلقه اللي عملت راه معلقه كبيره بزاف، ما عمرتهاش مزيان. المهم معلقه ديال الاكل تنعمروها مزيان. عندنا 2 معالق ديال روح الليمون ولا روح الليمون الحامض، روح الحامض. وبالنسبه للسكر تيبقى على حساب الذوق. انا عملت 400 غرام، عملت دوك الزليف، 2 من دوك الزليف معامرين، ولكن عبرته 400 غرام. عندنا عصير ديال الليمون اولا عصير ديال الحامض، نعملو حتى الكاس. انا عملت غير وحده هي اللي تواجدت عندي، غير حبه وحده عصرتها هي اللي تواجدت. تنصفيهم بطبيعه الحال. تواجد عندكم الحامض كثره، اعملوا كاس، يعني ما يعادي واحد 3 ديال الحامضات. ندوبوا داك السكر، نحاولوا ندوبوا لان ما تيذوبش بسرعه مع الماء. تيكون بارد مزيان، تياخذ شويه ديال الوقت باش تيذوب. تنحاولوا غير نحركوه مزيان وتنضيفوا ليه البقيه ديال الماء. وغنضيفوا ليه نصف لتر ديال الحليب. نعملوا حليب معقم، ما نعملوش الحليب العادي اللي ديال الكرتونه اللي كناخذو يوميا. يعني تنعملوا به القهوه. تنعملوا هاد النوع هذا ديال الحليب اللي تيصبر مده طويله. وحنا تنذوقوا. انا جاني هنا شويه المذاق ماشي قوي، ضفت لان المره الاولى عملت معلقه كبيره، معلقه عامره مزيان صغيره. هنا ضفت نص معلقه. المهم مجموع ديال 2 معالق صغار ديال روح ديال الحامض، سواء كان جيل اولا كان سائل. صافي، هادو هما المكونات اللي كاينين. راه تيجي هاد العصير رائع جدا. تيبغيو وليدات الصغار بزاف. تنحركوه ونخليه ضروري يبقى في الثلاجه، مره تنخرجوه تنحركوه حتى تيذوب السكر وتينسجموا لنا المكونات مع بعضياتهم، باش نحصلوا على واحد المذاق اللي تيكون مزيان. فوالا، هو مره تنحركوه باش ما يحتلوش لان داك السكر حجره الليم تيكون صعب شويه باش يذوبوا مع الماء. قلنا تيكون مثلج سبق وذكرناها. صافي، من بعد كنعملوه نعملوه في قراعي، سواء ديال الازاج اولا ديال البلاستيك. وتنعملوه من الافضل يكون ديال الازاج، ونعملوه في الثلاجه، نحتفظوا به في الثلاجه. تيبقى معنا حتى اليومين ولا 3 ايام، لان ديك حجره الليم هي الماده الحافظه. فوالا، تنقدموه بالصحه والراحه. كان هذا هو الشكل النهائي العصير ديالنا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال استحسانكم وتجربوها، لان فعلا تستحق التجربه. ولا جربتوها غادي يعجبكم بزاف، خصوصا اللي كانوا الوليدات راه تعجبهم هذا النوع ديال العصير. وهذا ما كان. نتمنى ان شاء الله نكون كنت خفيف على قلوبكم وكنت نبقى دائما على حسن ظنكم. وكانت نهايه الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.